انتبه لمرحلة الضغوط النفسية في حياتك. من الطبيعي وجود ضغوط يومية في حياة البشر. أي حد بيمارس حياة يومية فيها أحداث زي شغل، مواصلات، تعاملات في مختلف الأماكن، سهل جدا إنه يتعرض لضغوط نتيجة المواقف دي، وبيبقى مطلوب منه إنه ياخد قرار فوري. تعال أقولك إن الضغوط النفسية درجات ومستويات. في ضغط لحظي زي إنك تتأخر على شغلك في يوم مهم كان لازم تروح فيه بدري، بتواجه وقتها ضغط الوقت وسيناريوهات كتير بتكون جوه دماغك، بيكون مطلوب منك انك تاخد قرار سريع. ايه السيناريو اللي هتختاره وتنفذه حالا على ارض الواقع؟ وده بالتأكيد بيتطلب منك تغيير في روتينك اليومي علشان تقدر تنجز هدفك. نيجي بقى لضغوط طويلة الأجل واللي ممكن تفضل شهور وسنين. علاقة مش مرتاح فيها، مدير مش قادر تتعامل معاه، شغل مستمر فيه مش بيطورك وواقف مكانك من سنين، مشروع عمال تفكر فيه أنفذه ولا لأ. كلها مواقف كتر التفكير فيها والمشاعر المصاحبة والأفكار بتأثر على طاقة الشخص وجهده. الضغط النفسي علشان يتحل محتاج يمر بأربع مراحل. إدراك مرحلة الضغط النفسي، ودي أول مرحلة. أشوف الموضوع ومنكرش إني في مرحلة ضغط. المرحلة التانية، أعترف بوجود خلل، مشكلة، موضوع مسبب لي ضغط نفسي وإني مش عارف أتعامل معاه وإنه محتاج يتحل. المرحلة رقم 3 هي أهم مرحلة، وهي مرحلة اختيار القرار. أخد قرار واضح وأبلغ بيه عقلي ومشاعري وجسمي والكون كله إني بختار الحاجة دي. في المرحلة دي ضروري تركز جدا علشان بناء على قرارك هتشوف النتيجة في الخطوة اللي بعدها. ومش شرط خالص يكون القرار إني أنهي علاقة أو أستقيل من العمل، في آلاف الاحتمالات والاختيارات، ومنهم إنك تقرر تستمر في العلاقة عشان المركب تمشي، أو إنك تقرر تعترض على الحال اللي سكت عنه كتير علشان يتغير. في النهاية القرار قرارك. أما المرحلة الرابعة، مرحلة التطور التلقائي، دي بقى مرحلة إنك تقف وتجني ثمار اختيارك اللي انت أخدته في رقم 3. في مرحلة التطور التلقائي لا يجوز التغيير أو التعديل، حتى وإن كانت النتائج من وجهة نظرك ضدك. بتنتظر لحد ما الدايرة تلف من أول وجديد وتواجه مرحلة الضغط النفسي تاني عشان تقدر تعدل قرارك، أو بتكون النتيجة زي ما انت عاوز ووقتها بينتهي الموضوع تماما وتدخل على اللي بعده. لما تراقب نفسك وحياتك هتلاقي انك بتمر بالمراحل دي في يومك عدد كبير من المرات، لدرجة انك مش بتاخد بالك. جرب تركز في كل موقف في ضغط نفسي مهما كان صغير، وراقب قرارك والتطور التلقائي، وشوف أثر ده في الواقع بتاعك. فريق مدرسة الجراحة النفسية عنده كل الأدوات لمساعدتك.